السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا جامد جدا جدا. هنعمل مع بعض العيش القيصر بطريقة حلوة قوي قوي، بمكونات اقتصادية بإذن الله موجودة في كل بيت. هنتعرف ازاي يكون هش وطري معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده. وهنعمل كمان البرجر الاقتصادي بربع كيلو لحمة بس. هنعرف ازاي نزود الكمية ونغدي العيلة بحالها. لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. ويلا بينا نشوف عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. أول حاجة هبدأ معايا العيش. معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هحط عليه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، هقلبهم كده كويس. وهنزل عليهم برشة من الملح وأقلبها كويس. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليها على طول معلقة كبيرة من الخل. وده سبب من أهم أسباب نجاح العيش الكايزر معايا. هيحصل كده فوران، ده محسن طبيعي للعيش معايا. بعد كده هنزل بربع كوباية من الزيت. شايفين الفوران اللي قدامكم ده؟ يا رب يكون واضح قدامكم. وابتدي اقلبهم كده كويس. هنزل عليهم بعد كده بالمية الدافية وابتدي اعجن العجينة معايا. اهم حاجة تعجني العجينة كويس جدا جدا لحد ما تنعم معاكي. هعجنها زي 10 دقايق لحد ما العجينة تتلم معايا وتبقى ناعمة جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا النهارده عامله كل حاجه في البيت، عامله العيش الكايزر وعامله البرجر وعامله الصوص اللي هندهن بيه السندوتشات كده من جوه. كل حاجه معموله في البيت. عايزه اقول لكم تشجعوا كده واعملوا كل حاجه في البيت، هتوفر معاكم جامد جدا جدا. يعني مثلا انا جبت نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق عامل 9 جنيه. عملت بيه 12 12 كايزرايه كبيره، حجم كبير. يعني انت لو جبتهم من بره هيجوا باضعاف اضعاف ما انت عملتيهم في البيت. وضفنا لهم مكونات باذن الله موجوده في كل بيت. وهنا خلاص انا بوريكم ان العجينه مش عايزه ميه تاني معايا. ابتدي بس اعجن فيها لحد ما توصل للقوام الناعم اللي قدام حضراتكم ده. بتلزق بسيط معايا. هنا هحط لها معلقه كبيره من السمنه او معلقه كبيره من الزبده. طبعا دي مهمه جدا جدا، بتخلي طعم العيش كده غني جدا وطعمه جميل جدا جدا جدا. وبتفرق جدا في النتيجه. ابتدي اعجنها كده كويس لحد ما تختفي معايا. طبعا هتلاحظي ان العجينه اتقطعت معاكي. هي مش عايزه غير عجن بس، هتعجنيها ترجع ناعمه واحسن من الاول كمان. هنا انا حاسه اني بعجن في حته قطن كده، يعني حاجه جميله جدا جدا. العجينه جميله جدا جدا في ايدي. هعجنها كده انعمها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ويا رب يكون قوامها واضح قدامكم. شايفين قوامها قد ايه طريه جميله جدا. هنا بوريكم قد ايه قوامها جميل جدا. هغلفها كده بمسح الزيت من فوق ومن تحت، واغطي الطبق ده واسيب العجينه لحد ما تخمر معايا. وعلى بال ما العجينه تخمر نيجي بقى للبرجر. معايا 3 قطع من اللحمه، حوالي ربع كيلو بالشكل ده. معايا كمان بصله وسط وطماطمايه. هقطع اللحمه قطع كده صغيره، وابتدي افرمها في الكبه انعمها كويس جدا جدا. اهم حاجه تنعمي اللحمه كويس جدا. طبعا لو جايباها مفرومه وجاهزه افرميها تاني ونعميها. هفرمها كده زي ما قلت لكم. وهنا بعد ما فرمتها هنزلها كده في الطبق بالشكل قدام حضراتكم ده. هنا هفرم كمان البصلة، هقطعها كده صغير واحط عليها فصين او 3 من التوم. وافرمها ناعمة بالشكل ده. وهنزل بيها على اللحمة. وهنا كمان كنت بشرت الطماطمايه بالمبشرة. هنزل عليها بخليط البصل واللحمة. بعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من الملح. ما تكتريش الملح عشان احنا لسه هنحط فيجيتار. فالفيجيتار فيه ملح. نص كوباية كده من الفيجيتار هنزله على خليط. طبعا فايدة الفيجيتار بيسحب لي اي ميه زياده في الطماطم او البصل ويكتر معايا الكميه. هنزل البهارات بتاعتي. معايا معلقه صغيره من كل بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود وكزبره وبهارات لحمه. وربع معلقه صغيره من الجنزبيل البودر. كمان معلقه صغيره من البابريكا. ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وابتدي اعجن خليط اللحمه ده كويس جدا عشان ينعم معايا، وادخل كل المكونات كده في بعضها.
طبعا هنا اللحمه عندي ما فيهاش دهون، فاضيف لها كده معلقه كبيره من السمنه وابتدي اعجنها فيها كويس جدا جدا. انت لو اللحمه معاكي فيها دهون استغني خالص عن خطوه السمنه دي. انا حطيتها عشان اللحمه بتاعتي حمرا كده كده ما فيهاش اي دهون. وده قوام البرجر المظبوط معايا. هدخله بس التلاجة يشد حلو كده، يمسك كده نفسه كويس. ونرجع بقى. العجينة كانت خمرت معايا بالشكل ده. شايفين قد ايه العجينة واضحة قدامكم انها مخدومة حلوة قوي وقوامها حلو قوي قوي. مسحت ايدي كده مسحة زيت خفيفة وابتديت اكور الرغيف معايا بالشكل ده. طبعا حجم الرغيف يرجع لك. اهم حاجة تقفليه كويس جدا جدا من تحت علشان ما يفتحش معاكي اثناء الخبز في الفرن. النهارده عامله حجم العيش كبير معايا، فالنص كيلو عمل معايا 12 كيزرايه، حجم كبير. انت لو صغرت هيعمل معاكي اكتر من كده. اخلص الكميه كلها. طبعا التشكيل مش بياخد وقت خالص، انت يا دوبك كده بتكوري وتقفلي كويس وتحطيها. اهم حاجه الصينيه اللي انت هتخبزي عليها تكون ممسوحه مسحه زيت خفيفه. وتسيبي مسافه كده ما بين كل رغيف والتاني عشان لسه هيتضاعف حجمه. ودي الكميه بتاعتي هسيبها بقى تخمر. ونرجع هنا للبرجر معايا. جبت الصاج حطيت عليه كيس تلاجة وابتدي ادهنه بالزيت بالشكل ده. ده الصاج هنستخدمه وهنحط عليه البرجر اللي احنا هنشكله. انا مش هحط كله برجرايه في كيس والكلام ده. وهجيب كمان كيس تاني هشكل عليه البرجر وهدهنه كمان مسح زيت بالشكل ده. احنا كل اللي عايزينه كيسين بس تلاجة، فتحتهم بالشكل ده ودهنتهم مسحة زيت. هجيب هنا اخد قطعة من اللحمة كده انعمها بين كفوف ايديا. طبعا ايديا ممسوحة مسحة زيت خفيفة جدا جدا بتساعد العجينة انها تنعم معايا. واحطها على الكيس كده واديها شكل دايره بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. اضغطها كده. طبعا انت ممكن تشكلي في مكبس البرجر او غطا برطمان يعني براحتك خالص. انا حبيت يكون الموضوع بسيط كده فشكلت على الكيس. طبعا هحطها كده على الصاج اللي احنا حاطين عليه كيس تلاجة ودهنينه مسحه زيت. هخلص باقي الكميه بنفس الشكل هنعمها كده كويس. بعد كده هحطها على الكيس اديها شكل الدايره بس مش اكتر. قطعة البرجر اللي قدام حضراتكم دي مفتحة كده على الجنب، هي فيها حتة لحمة كده ما اتفرمتش كويس. زي ما قلت لكم اهم حاجة تنعموا اللحمة كويس جدا جدا جدا. حشتها كده ورجعت كورتها من الاول واديها شكل دايرة بالشكل ده. طول ما هي ناعمة معاكي بتتشكل بمنتهى السهولة. وهنا شكل الكمية بسم الله ما شاء الله. يعني كمية محترمة من ربع كيلو لحمة بس. نرجع بقى للعيش كان خمر معايا بالشكل ده. شايفين تضاعف حجمه كده. اهم حاجه في نجاح العيش انه يخمر كويس جدا جدا. ما يخمرش لدرجه انه هيبوظ، لا هو يخمر يكون لسه شباب كده. هجيب ربع كوبايه من الميه عليها معلقه كبيره من السكر. وادهن بيها وش العيش. وارشها بالسمسم ادي الرغيفين رغيفين كده. علشان قبل ما الميه تنشف معايا عشان السمسم يلزق معايا. وارش الوش كده بالسمسم. طبعا ممكن تسيبيه ساده براحتك خالص. وادخله الفرن. اهم حاجه تكون الفرن سخنه جدا جدا علشان تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي في اي معجنات. نرجع بقى للبرجر بتاعنا. جبت الجريل حطيت فيه ماده دهنيه. الماده الدهنيه زيت سمنه اللي تفضلي براحتك خالص. انا هنا حطيت زيت. وابتدي كده اشوي البرجر عليه. طبعا ممكن تدخليه الفرن براحتك تماما. بس انا حبيت اشويه على البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان البرجر جميل جدا جدا ومتماسك وزي الفل عسل كده. طبعا اول ما بتشد قطعه البرجر معايا بحركها كده وادخل اختها جنبها. تدي كده اقلبهم علشان ياخدوا لون جميل جدا جدا ويستووا معايا. طبعا انا بسوي على نار هاديه علشان البرجر يستوي معايا كويس جدا من جوه. خطأ حاجات كده بسيطه بس بتفرق. شايفين ما شاء الله الكميه حلوه قوي قوي ازاي. حد يصدق ان الكميه دي من ربع كيلو لحمه بس. طبعا احنا ممكن تدخلي كمان في عجينة البرجر الفلفل بيديها طعم حلو قوي قوي. يعني لو عيالك كده مش بيحبوا الفلفل دخلهم الفلفل في عجينة البرجر كده افرميه مع البصل ونعميه كويس جدا جدا. بس في الوقت ده هتعوزي زي ربع كوباية بقسماط زيادة او فيجيتار. هتزودي الكمية شوية يعني. دي حاجة احنا عايزينها بس انا للأسف ما كانش عندي فلفل. فما ضفتلوش فلفل. ابتدي اشويه كده اقلبه كده كويس من جميع الجهات علشان ياخد لون حلو كده موحد ويستوي معايا من جوه.
شايفين لونه حلو قوي قوي ازاي، وكمان ريحته زي العسل. هو كده خلاص استوى معايا، هخرجه كده على طبق واسيبه على جنب على بال ما العيش يستوي معايا. وهنا العيش كان خلاص خرج من الفرن بالشكل القمر اللي قدام حضراتكم ده. شايفين شكله في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم جربوه باذن الله يعجبكم، جميل جدا جدا جدا. انا بصراحه يعني عجباني قوي قوي الطريقه دي. حطوا الخل على البيكنج باودر وهتاخدوا احسن نتيجه في العيش. شايفين قد ايه طري وجميل جدا جدا، والتسويه مظبوطه زي العسل بصراحه. عايزه اقول لكم كمان ان جوزي عجبه العيش قوي قوي، قال العيش في منتهى الجمال. بصراحة أحلى من بتاع المخابز 100 مرة، وأنضف وأوفر. بس كده هسيبه لحد ما يهدى ونرجع نكمل الشغل فيه. شايفين قد إيه طري وجميل، بسم الله ما شاء الله عليه، بصراحة روعة. وهنا كان العيش هدي معايا بالشكل ده. هفتحه كده من النص بالشكل اللي قدام حضراتكم ده بسكينة مشرشرة. شايفين قد إيه، أنا هنا بوريكم قد إيه العيش طري معايا وزي العسل. بصراحة أنا مبهورة بيه. أنا بحب أعمل معجنات زي ما قلت لكم. أنا غاوية أعمل معجنات، بحب المعجنات جدا. هبتدي احمص العيش معايا في الجريل مكان شوي البرجر. طبعا الدهون اللي في الجريل دي كلها طعم البرجر، فهشوي فيها هشوي هحمص فيها العيش بالشكل ده. هدي لون كده حلو بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنا بوريكم قد ايه العيش لسه طري على الرغم انه اتحمص، يعني حاجه كده تحفه والله العظيم، حاجه كده قمر. هو متحمص معايا ولسه محتفظ بالطراوه بتاعته. خطوة التحميص دي بتفرق جامد جدا في طعم البرجر معايا في الآخر. طبعا تاني رصة في البرجر، العيش الأولاني كان شرب المادة الدهنية اللي في الجريل، فاضطريت أحط مسحة من السمنة أو مسحة من الزبدة، يعني براحتي خالص، وأكمل تحميص العيش. بوريكم هنا قد إيه طري، هو لسه هو متحمص كده ومحتفظ بالطراوة بتاعته. شايفين لون التحميص جميل إزاي؟ هنا بوريكم كمان قد ايه العيش طري معايا. بصراحه انا مبهوره بيه، فكل شويه بوريه لكم. عايزاكم تجربوه، جربوه باذن الله هيعجبكم. نيجي بقى نقفل الساندوتش معانا. طبعا الصوص اللي قدام حضراتكم ده، كتير منكم هيقول ده كاتشب على مايونيز، بس هو مش كاتشب ولا مايونيز، لا ده ولا ده. طبعا انا ما عنديش كاتشب ولا مايونيز، فكسلت انزل، فعملت صوص كده وطلع في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم طعمه زي العسل. جبت معلقه من السمنه، حطيت عليها معلقه من الدقيق وقلبتهم كده كويس على النار. بعد كده نزلت عليهم بكوبايه من اللبن، مج كده من اللبن، وسبتهم لحد ما غليوا، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من البابريكا، هو زي البشاميل كده، وعطي الساندوتش طعم في منتهى الجمال. بعد كده احط قطعه البرجر وعليها الطماطم وبصل كده شرائح. ممكن تحط الفلفل زي ما قلت لكم، انا ما عنديش فلفل، او تجيبي كابوتشا كده وتحطيها. وبعدين كده الوش بتاع الكايزر كده بصوص الجميل اللي احنا عملناه ده، واقفله كده. وده شكل الساندوتش مغري جدا، بسم الله ما شاء الله شكله تحفه. هقدم جنبه بطاطس مقليه. ودي وجبه متكامله. عايزه اقول لكم ان طعم الساندوتش جميل جدا جدا ومشبع جدا جدا جدا. خلص كميه سندوتشات بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا التقفيل مش بياخد وقت خالص، يعني انتوا ذوق الحاجه اللي عايزه تحطها، انتوا ذوقك براحتك. وجربوا الصوص ده جميل جدا جدا. انا هنا عايزه اقول لكم ان الحاجه الموجوده عندكم في البيت اشتغلوا بيها، ما توقفوش نفسكم خالص. احنا النهارده من اقل حاجه اتصرفنا نص كيلو دقيق وربع كيلو من اللحمه، وتصرفنا وعملنا غدوه كفه العيله بحالها يعني. شايفين شكل الساندوتش حلو قوي قوي ازاي، تحفه ما شاء الله. وهنا بعد ما خلصت كميه الساندوتشات كلها اللي معايا، شايفين شكلهم حلو قوي قوي ازاي. شايفين الكميه بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه موفره جدا جدا. وهنا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لي لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير، وأي حاجة عايزينها اطلبوها مني، وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية أنفذها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.